والدة شيماء عادل مضربة عن الطعام ومعتصمة عند السفارة لحد ما تلمس بنتها بإيديها وتاخدها في حضنها وتروح بيها البيت بالسلامة عن قريب إن شاء الله. واحنا مش هنرتاح ولا هيهدلنا بال غير لما شيماء ترجع لحضننا ولحضن أهلها بإذن الله. ومن هنا احنا بنطالب يعني كافة أجهزة الدولة إلى أعلى جهاز فيها، اللي هو الحقيقة احنا عمالين نناشد في وزارة الداخلية في وزارة الخارجية، يعني إذا شيماء عند المخابرات السودانية فيبقى المسؤول في اللحظة دي عن حرية شيماء هو أكيد جهاز المخابرات المصرية، وبالتأكيد هو قادر على أنه يرجعها بالسلامة عن قريب إن شاء الله. إذا حد فيكم عايز يقول حاجة لشيماء، لأهل شيماء، يعني أنا جميعا. والدة شيماء مضربة بقالها يومين دلوقتي عن الطعام، لكن الواحد بيستعجب بصراحة من الأنظمة الرجعية اللي هي بتحاول تحجب الأخبار الصحيحة يعني دي مراسلة صحفية ورايحة بتأدي دورها وبتأدي عملها ورايحة تغطي الأحداث، تتمسك ليه؟ إيه الجريمة اللي عملتها؟ ولغاية النهاردة ما نعرفش. وحتى الآن مفيش أي اتهامات موجهة. مفيش أي اتهامات وما نعرفش إيه اللي حاصل بالظبط. لكن أنا عايز أقول دي طبيعة هذه الأنظمة الرجعية. ليا أصدقاء سودانيين كنت بقول لهم يا جماعة الربيع العربي عايزين يوصل السودان، فكانوا بيقولوا لي ما الربيع العربي في تونس وفي مصر جاب التيار الإسلامي واحنا اوريدي التيار الإسلامي بيحكم عندنا. فالنهارده هم مش محتاجين فعلا. فالنهارده اللي بيحصل في السودان انا رايي انها ارهاصات ثوره جديده فعلا، وان شاء الله الواحد متفائل خيرا وتيجي بقى بربيع عربي قوي وجديد ويا رب خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الربيع يجيب اللي هو عايزه، يجيب التيار الاسلامي وبعدين يرجع يغيره، يجيب التيار الليبرالي وبعدين يرجع يغيره، يجيب اللي يجيبه، بس المهم انه يكون في ربيع، وانه الناس تبقى من حقها تختار باراده حره، وبعد كده على اللي يختاروا الناس على الراس من فوق. لا وفي ليبيا كمان التيار الاسلامي مش في ليبيا ما سيطرش قوي يعني هو احنا جلت منهم ليبيا حتى الان. يعني ده دليل على انه المساله لا علاقه لها بالدين ولا علاقه لها بالتيارات، لا اسلامي ولا ليبرالي ولا يساري. هي الفكره مين اللي هيماين ومين اللي هيخلي النظام زي ما هو بس شكله احلى، ومين اللي هيخلي الدنيا يعني. فالموضوع ملوش علاقه بيتهيألي بالايديولوجيات خالص يعني. صحيح. ولازم يكون ده واضح. انا بس الحقيقه اللي وجع قلبي، اللي هو بيوجع قلبي كل مره، هو انه احنا كمصريين لسه حتى الان بعد عام ونص من بدايه الثوره التي لم تنتهي، لسه المصري كرامته ملهاش قيمه لا جوه بلده ولا بره بلده. شفنا ده مع الجزاوي ومع اللي حصل معاه في السعوديه، شفنا ده مع سلمى الورداني في السودان قبل ما يحصل مع شيماء، وشايفينه دلوقتي بيحصل مع شيماء. فشيء مؤسف جدا جدا يعني. صحيح. طيب بس احنا النهارده قررنا ان احنا هنقاوم كل ده بالغنى. بس انا عايزه اسالكم الاول قبل ما نغني، انتوا في اي حاله كل واحد، يعني احنا بنمر بحالات مختلفه ما بين قلق وما بين احباط وما بين تفاؤل. انا شخصيا متفائله، ساعات بقول بدون اماره، وبعدين لما برجع افكر بلاقي امارات كتير للتفاؤل، بس ده ما يمنعش ان ساعات الواحد يعني ينزل ويطلع وهكذا. فانا عايزه اعرف بس كل واحد فيكم في اي حاله. حازم. لا بصي انا اصلا مش هتشائم يعني. برافو عليك. يعني انا وارث التفاؤل عن ابويا حسين شاهين الله يرحمه. الله يرحمه. وعن الشيخ امام الله يرحمه برضو، وعن كل الاساتذه، الاستاذ فؤاد حداد، الناس دي كلها راحت وهي عندها امل، وما شافوش الثوره اللي احنا شفناها دي، ما شافوش ال 18 يوم دول بتوع التحرير. هم شافوها ببصيرتهم بتهيألي. شايفين، لا عارفينها كده يعني، في كاتبين عنها كمان. صحيح. يعني الاستاذ فؤاد حداد كاتب يعني. صحيح. كاتب نادوا الحضور في جمعه الملايين. صحيح. يعني ما يصحش الواحد يحبط، والناس دي راحت وخلاص ضحت يعني. صحيح. بس غير كده بس انت التفاؤل والامل ده بتستمده من اللي راحوا، ولا كمان في حاجه جايه بتخليك تمسك؟ لا في حاجه حصلت كمان، في شهداء وفي مصابين وفي معتقلين. هو بس الواحد يعني الاحداث الاخيره دي اللي هي كتير جدا، واللي هي الحقيقه ما حدش فاهم فيها اي حاجه. صحيح. بصراحه انا مش عايز اقول ان انا فاهم، لان انا مش فاهم. محدش فاهم حاجه. لكن يعني الواحد رجع كده ايه يعني، يتمسك بقى الحاجه الحقيقيه، هو الشهيد وهو المعتقل وهو المصاب. صحيح. وده حقهم، هو اللي هيجيب لنا، هيوصلنا لنجاح ثورتنا بالتاكيد. يوسف. انا يعني متلخبط، يعني هي دي الكلمه. عارفه لما يكون عندك كده انعدام رؤيه كده، مش فاهم فعلا. انا زي حازم مش فاهم حاجه. يعني كل ما تحسي انك انت مثلا رسينا على بر
يعني هنبدا يبقى في استقرار، هنبدا يبقى في حاجه بتحصل، بتلاقينا في حاجه تانية كده حصلت. فانا مش بس فاهم اللخبطه بصراحة. دي بتهدك ولا اللخبطه دي بتخليك تعافر؟ لا انا بحب الفوضى، انا انسان فوضوي اصلا. اه والله. يعني بصي لو على الفوضى انا انسان فوضوي وبكره انت الطرف الثالث يا يوسف. انا بكره النظام. فلا مش عامله لي مشاكل. طب بس الحمد بقول لك لله. مش عارف اتفائل ولا اتشائم ولا يعني اعمل ايه، مش عارف. ببقى الصبح متشائم، بالليل ببقى متفائل طب كده كويس. يعني. طب الحمد لله، او بالليل جاي وراه المود ده. صبح، فلازم نتفائل ان شاء الله يا رب. حسن. والله وانا مع فكره التفاؤل طبعا، يعني مع ان اللخبطه زي ما يوسف بيقول. بعدين الفتره الاخيره دي من وقت الانتخابات واللي حصل في الجوله الاولى وبعدين اللي حصل في الاعاده، واول ما اعلنت النتائج يعني الناس تفائلت وكله بدا يدور على 100 يوم وان كل حاجه جميله جايه، بدات لخبطه تاني. فالواحد بقى بيحاول يعمل ايه يعني توازن شويه ما بين هو يفضل متفائل وما بين ان هو يحاول يقاوم اللخبطه اللي بتحصل، لان كل يوم في حاجه. يعني لو جينا دورنا هنلاقي كل يوم في حاجه بتحصل بتخلي الواحد يبقى مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، يلاقي بكره حاجه تانية مختلفه. وللاسف ساعات الواحد بيوصل لمرحله ان هو ايه، طب خلاص خليني قاعد بقى ايه اتفرج، يعني انا مش فاهم حاجه، طب انا هشارك بايه؟ ما هي دي اسوأ حاجه. دي اسوأ حاله الواحد بيوصل لها، بس الحقيقه يعني كلنا بنوصل لها في بعض الاحيان يعني. بس هي الاحاسيس الثلاثه دول، يعني اللخبطه وساعات استسلام للاسف، بس التفاؤل لازم يكسب يعني في الاخر عشان نقدر نكمل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ساميه بضحكتك دي اوعي تكوني متفائله اكلينيكيا الحقيقه. حلو ده. لا يعني انا زي حازم، انا واخده قرار واعي بالتفاؤل، وفي نفس الوقت الحقيقه بحس بالخجل لما بتشائم او لما بضعف، لان انا بقابل اهلي الشهداء وبقابل المصابين وبقابل اهلي معتقلين وبتكلم مع الناس. يعني الواحد بيحس انه خيانه لهؤلاء، وزي ما امين حداد قال في قصيده ليه، التشاؤم خيانه للشهداء. فهي في الحقيقه خيانه للشهداء وخيانه للمعتقلين وخيانه لكل الناس اللي لسه حقها ما جاش. فبالتالي الاحباط رفاهيه، فبالتالي انا ما اقدرش احبط. فالواحد بيدي لنفسه كده حقن. انا يعني على ذكر اهالي الشهداء، علشان انا عندي كده حاله انبهار من بدايه الثوره بامهات وابهات الشهداء والمصابين. يعني انا دايما بقول انه المفروض احنا نديهم القوه، لكن الحقيقه انه في كل مره بنقابلهم او بنشوفهم بناخد منهم هم القوه، لان هم عندهم صمود غريب، صبر عجيب، ايمان يعني جميل، وما شفتش حد فيهم متشائم، ولا يعني في ظل كل الظروف الحالكه اللي احنا فيها دي ان حد فيهم فقد الامل ان حق ابنه هيجي في يوم من الايام. هو ما يقدرش يفقد هذا الامل، لانه لو فقد هذا الامل هيموت، لانه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يعني ما يقدروش يفقدوا الامل. هم عايشين عشان يجيبوا الحق ده ابسط حاجه يقدروا يعملوها. يعني زوجة شهيد كانت برضو بالرغم من انهم عندهم هذا الايمان وهذه القوه، برضو عندهم شعور بالالم طبعا. لا يمكن حد يقدر يوصفه طبعا. انه بيحسوا انه انا اما بروح لقبر زوجي الشهيد ولا لقبر ابني ولا لقبر يعني اخ، او اقول له لسه مش عارفه اجيب حقك. فبالتالي الواحد ما يقدرش يخذلهم. الشهداء قصاص طبعا في المقام الاول، بس كمان تحقيق كل الاحلام اللي هم طبعا دفعوا حياتهم عشانها. مي، انا متلخبطه يعني هي انا مش عارفه تبقى مش عارفه، يعني كل ما اتوقع حاجه يحصل حاجه تانية خالص، فمش عارفه اتوقع حاجه. بس في وسط اللخبطه ودي والحاجات دي، يعني لما بيحصل لي حاجه غريبه قوي لما بغني واغني الاغاني بتاعتنا بالذات، ما اعرفش بيحصل لي حاجه غريبه. بيحصل لي، بقول لك انتوا موصوفين لنا بجد بيحصل لي كأن يعني قوه كده غريبه جت، ما اعرفش جت منين خالص. يعني في وسط الاحباط والقرف اللي احنا عايشين فيه بيحصل لي حاجه ان انا يعني ما اعرفش، بحس ان انا متفائله وعايزه، يعني في حاجه هتحصل، في حاجه جايه. طيب يعني لا اسكت الله لكم حسا يا رب. عليا، والله انا يعني مستنيه اشوف اخرتها ايه وبعد كده لحد بقى ما اشوف اخرتها ايه. يعني في امل عندي ان في حاجه كويسه في الاخر هتحصل، زي ما المفروض ان احنا وصلنا يعني بالثوره لحد نقطه معينه ان احنا اخترنا حاجه، ما اعرفش يعني كلنا عايزينها ولا لا، بس هي كانت موجوده يعني.
بس الدنيا انا ملخبطه زي ما انا متلخبطه يعني، حتى مش عارفه اقول بس. فانا مستنيه يعني. هي اللخبطه يعني سيده الموقف ده اكيد، بس في الاخر في احساس كده ورا كل ده بيقول انه في اولا احنا في انجازات عملناها، يعني مش لازم برضو يتهيأ لنا ان احنا يعني عليه العوض ومنه العوض، لا احنا لا، عملنا مفيش حاجات أي كتير عوض. طبعا يعني ده خلاص يعني مصر اتغيرت. احنا اتغيرنا كمان كلنا- يعني كلنا. ده اهم حاجه. طيب خلينا انا لسه ما قلت. لا معلش معلش لا طبعا انا موضوع التفاؤل ده يعني لازم نبقى متفائلين شئنا ام ابينا يعني. لكن انا ببص الثوره الجميله العظيمه اللي كنا بنحلم بيها ونفسنا نشوفها كانت ليها مطالب واضحه. صحيح. لغايه النهارده ما مع اتحققتش. الاسف مفيش تقريبا اي مطلب من مطالبها حصلت. وزي ما انت بتقولي حق الشهداء مش بس في القصاص، حق الشهداء ان هم ماتوا عشان اهداف معينه تتحقق يعني للبلد دي ولاولادنا ولمستقبلنا النهارده مع الاسف يعني احنا انحصرنا ما بين طيارين كلاهما في رايي انا الشخصي يعني كلاهما مر. عشان كده احنا بنتكلم على الطيار الثالث من عده ايام وبنقول لازم الطيار الثالث ده بقى يبتدي ينتبه ويصحى ويفوق ويتحد، والا يبقى فعلا هيبقى الفتره اللي جايه مش هتبقى كويسه. لا ان شاء الله إن شاء الله. هيتحد، وان شاء الله غصب عنه هيتحد. لازم بقى يعني يعني ملهاش- لانه هو زي ما طول الوقت كان الشارع سابق نخبته، سابق احزابه، ده سابق صحيح، سياسيين، ده وسابق صحيح. اعلاميين، وسابق ده كل صحيح. حاجه. الشارع دلوقتي كمان سابق في موضوع التيار الثالث. هو اختار هذا التيار الثالث في الصناديق. هو راح قال انا عايز مصر لا هي عسكريه ولا هي دينيه. بالظبط. فالتيار الثالث بقى غصب عنه لازم يلحق الناس اللي في الشارع. مبسوط بالتفاؤل بتاعك. الناس بعد كده بتقول انت متفائله باماره ايه، بس يعني تمام. هنبتدي بايه؟ نبدا بعيني في عيني. يلا. كلمات احمد حداد. والحان حازم شيخ. ايوه. عيني في عينك يعني انت مصدقة بيني وبينك أوطان متفرقة كوابيس متحققة وذنوب متلفقة. ايه الحكاية بقى مش ناوية نتصالح. عيني في عينك يعني انتي مصدقة بيني وبينك أوطان متفرقة. عيني في عينك يعني انتي مصدقة بيني وبينك أوطان متفرقة كوابيس متحققة وذنوب متلفقة. ايه الحكاية بقى يا شمس داخلة عروتي وكمي تشبه أبويا في ضحكته الأمي. يا شمس داخلة عروتي وكمي تشبه أبويا في ضحكته الأمي. ليه كل حاجة مغيرة حسنك لا دي ابتسامتك ولا ده حزنك. ليه كل حاجة مغيرة حسنك لا دي ابتسامتك ولا ده حزنك. خدي في حضنك فقرنا وضمي وخدي بإيد الحلو والمالح وتعالي نتصالح.
زعلنا كام غنوة وما سمعناش، وخدنا كام خطوة وما لحقناش. زعلنا كام غنوة وما سمعناش، وخدنا كام خطوة وما لحقناش. مين اللي كان بالخطوة دي بادئ، واللي في مكان البيت بكون لاجئ؟ مين اللي كان بالخطوة دي بادئ، واللي في مكان البيت بكون لاجئ؟ الفجر صادق ليه ما صدقناش، وليه نسينا ضحكة امبارح ورفضنا نتصالح. عيني في عينك يعني انت مصدقة، بيني وبينك أوطان متفرقة. عيني في عينك يعني انت مصدقة، بيني وبينك أوطان متفرقة. ممشي الريشة على عودي جنبي ومسافرة امتى هتعودي؟ عودي ندهلك لما عودك طل، ما تخلينيش من الحب ده اتذل. على الأقل اعترفي بوجودي، على الأقل اعترفي بوجودي. ده أنا اللي بعبد فلك الطارح، وأنا اللي راضع عيشك الصابح. ده أنا اللي بعبد فلك الطارح، وأنا اللي راضع عيشك الصابح. ما تيجي نتصالح. عيني في عينك يعني انت مصدقة، بيني وبينك أوطان متفرقة. عيني في عينك يعني انت مصدقة، بيني وبينك أوطان متفرقة. كوابيس متحققة وذنوب متلفقة، ايه الحكاية بقى؟ بس الفجر صادق واحنا لازم نصدق، ده اساسي. طيب دلوقتي انتوا قبل الثوره، قبل الميدان، كنتوا موجودين وكنتوا معروفين وكل حاجه. الأغنية دي من قبل الثورة على فكرة بسنين. طب دي ما هو ده بقى اللي انا كنت هقول عليه بالظبط، انه في حاجات كتير كانت موجوده قبل الثوره لا عرفناها ولا حسينا بقيمتها غير من بعدها. بس انا اللي عايزه اساله لكم، لان انتوا يمكن تكونوا من اكتر الناس اللي تقدروا تجاوبوا على السؤال ده، عن الفرق بين الميدان الفكره وبين الميدان مؤخرا. مش عارفه مين اتفضلي يا بنتي. هو الحقيقة يعني أصل الموضوع ده مهم جدا جدا، لأنه أنا إحساسي وأنا متأكدة إن في ناس كتير قوي هتشاركني الرأي ده، إنه حصل تدمير منظم لميدان التحرير ولكل الميادين في الحقيقة، بس خصوصا لهذا الرمز. حصل تدمير منظم وممنهج، يعني بقاله سنة شغال دلوقتي أو أكتر. فيعني ولكن في الحقيقة أنا عايزة أقول للي بيحاولوا يدمروه دول
انه يعني اخبطوا دماغكم في الحيط، لانه الميدان هنا، ولانه حتى لو انتوا حولتوه لشيء قبيح وضلمه ومقرف وفي ناس بتتخانق وناس بتتحرش بناس وناس فهو احنا شايفينه بعيوننا احنا، وهنفضل شايفينه بالشكل اللي المفروض نشوفه بيه. بس في طول السنه اللي كان فيها هذا التدمير المنظم، في اوقات معينه الميدان كان بيرجع زي ما هو بالظبط. ما هو ده المهمه يعني المهم القويه الثوريه كان بيرجع فعلا، هو فعلا ميدان يعني روح الميدان ما هياش يعني زي ما ساميه بتقول كده، هي روح الميدان ما هياش بس في الميدان، هي روح الميدان موجوده، ساعات بترجع الميدان وساعات بتروح، بس هي في الاخر موجوده. ساعات بتروح ميادين تانية على فكره، ساعات بتلاقيها في الجامعه في المدرجات. اسالي حازم عن تجربتنا في الجامعه. احنا قعدنا فتره لما كنا يعني بدانا نغني في الكليات، بقينا مش قادرين نغني في حته تانية من كتر ما طاقه الطلبه حاجه كبيره لدرجه لا توصف. يعني بيدونا حاجه كبيره جدا كده، مش هي بالظبط نفس اللي هي روح الثوره نفسها يعني. جميل. فدي موجوده في كل حته، موجوده في الجامعه وموجوده في كثير من الاعتصامات، وكانت موجوده في اعتصام الالتراس، وكانت موجوده في حتى اعتصام مجلس الشعب اللي كان صغير قد كده، فيه 20-30 شخص هم اللي موجودين، كانت الروح دي موجوده. فيعني المساله بتبقى مش بالضروره مرتبطه بالمكان، فهم عايزه اقول لهم شوهوا المكان براحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه، الروح دي موجوده ومحدش يقدر يقتلها ابدا. طيب خلونا نغني حاجه للروح دي او منها. هنفضل ثورة يلا. هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية والعدالة الاجتماعية، ونجيب حق الشهداء أو نبقى إحنا شهداء. عمر الثورة ما هتقول الحياة من غير كرامة مش حياة. كل واحد من اللي ماتوا احنا هنكمل حياته، كل واحد من اللي ماتوا احنا هنكمل حياته. احلامه هي احلامنا وابتساماته وتضحياته، الشهيد ساكن في الجنة. لما غنى قال لنا الحياة من غير كرامة مش حياة. كلنا ماشيين مسيرة ايد في ايد والناس كتيرة، كلنا ماشيين مسيرة ايد في ايد والناس كتيرة. الشهيد ماشي بكرامته، شعبنا ماشي بعظمته، ارحلوا ياللي ظلمتوا. انتوا لأ واحنا الحياة من غير كرامة مش حياة. يا نفس طالع ونازل يا ونس نشيد بلادي، يا دموع ساكنة المنازل الجموع قايمة تنادي. يا نفس طالع ونازل يا ونس نشيد بلادي، يا دموع ساكنة المنازل الجموع قايمة تنادي. يا أناس يا كريم يا أحمد يا سليمان يا حسين يا رامي يا غندور يا مهاب يا أمجد، عايشة في قلوبنا الأسامي. حق
حقكم هو الأساس، سترنا قصاد الرصاص، لا نريد إلا القصاص، ونقابلكم عند الله. الحياة الحياة من غير كرامة مش حياة. الحياة الحياة من غير كرامة مش حياة. حرية. انا قلت الامر ما يسلمش وهتبكونا. ما حدش سمع كلامي، بس ما كنتش عارفه انه بسرعه كده. طيب اشرف، انا بس عايز اسالك على حاجه، عشان انت اتكلمت على التيار الاسلامي مرتين. انت خايف قلقان طبعا. من ايه بقى؟ قلقان من ايه؟ بصراحه يعني الثوره ما كانتش ثوره دينيه او اسلاميه في الاول، يعني زي ما بقول كان ليها مطالب معينه خاصه: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. انا بشكل شخصي يعني لا اعتقد ان التيار الديني هيقدر يلبي بهذه الطلبات. شفنا مجلس الشعب في الفتره اللي اشتغل فيها شويه، ومش هنقدر نحكم على الدكتور مرسي طبعا في ال10 12 يوم دول، لكن يعني هم ليهم سقف وليهم حدود. يعني انا لكن اعتقد انت قلقك على مطالب الثوره، يعني على العداله وعلى الحريه مش على حريه الراي والتعبير وحريه الابداع. الحريه دي شامله كله بقى. يعني دي شامله كله حضرتك. يعني في تخوف طبعا بالنسبه لحريه التعبير والفن و في قلق. ما نقدرش، انا شخصيا ما اقدرش اقول ان انا مش قلقان. في قلق وفي تخوف، لكن زي ما بقول لك برضه هنقاوم في النهايه، لازم هنقاوم. بس واحنا يعني مكتوب علينا نفضل نقاوم كده، عاوزين نفرح بقى يعني. مكتوب علينا. مكتوب علينا. وبعدين احنا لسه في 18 شهر، احنا برضو بنتعب، نفسنا قصير باين. واصلا انا كبير شويه بقى، فانا تعبت زمان كتير برضو. فعايز يعني كان ايه، نفسي بقى اشوف حاجه بعيني كده، المسها كده. ان شاء الله وان شاء الله بقى اولادنا هم يشوفوا اكتر يعني. الالفه اللي ورا عندها حاجه دول. لا هو بس اصل انا يعني برضو بخاف ان احنا نتفهم غلط لما نتكلم عن التيار الديني، لان احنا مشكلتنا مع التيار الديني مش كونه تيار ديني، ولا او يعني انا شخصيا ده احساسي، وبيتهيألي اشرف يتفق معايا في ده، انه المساله مش مساله ان هو عشان التيار الاسلامي، ولكن كل ما يقف امام النظام اللي كان موجود كمنظومه، مش النظام بمعنى مبارك والشله اللي حواليه، لا المنظومه السياسيه والاقتصاديه اللي كانت موجوده في البلد في ال40 سنه اللي فاتت او ال30 سنه اللي فاتت، كل اللي يقف قدام ده فانا بعتبره في الحقيقه يسار. ممكن يبقى يسار اسلامي، ممكن يبقى يسار ليبرالي، وممكن يبقى يسار يعني قومي، يعني ايا كان اسمه. المسميات مش مهمه في الحقيقه، هو المهم انه الناس اللي هتيجي دي تبقى بتخاف ربنا، وتبقى عايزه تخلي الشعب ده ياكل عيش ويعيش بكرامه زي ما اشرف قال. فمشكلتنا الحقيقيه هو انه هذا التيار الاسلامي اللي موجود دلوقتي لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي ما وراش اي اماره على ده، ما وراش اي اماره بالزبط. ان هو هيقف مع العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. بس تمام. طيب احنا وبرضه في تخوف من حكايه تداول السلطه بعد كده. لا دي بقى قضيتنا احنا. يعني احنا اللي هنحافظ على الصندوق، واحنا اللي هنحافظ على تداول السلطه، مش حدش هيمنحها لنا دي. احنا هنطلع فاصل وهنرجع نكمل غنى على حس اسكندريلا، استنونا. بنمسي على حضراتكم مره تانية، وبنمسي على فرقه اسكندريلا. بكام انتوا؟ مش بكامل عددكم النهارده صح؟ ناقصين. في ناقصين قد ايه؟ سلمى وآية واحمد عادل. ده عشان المكان عندنا ما يسعش ولا؟ سلام عبد العزيز. طيب احنا بقينا 14 دلوقتي. احنا 14. امسكوا الخشب. طيب احنا هتهدونا اغنيه جديده صح؟ لبلدنا بالمصري. ايوه. طيب يلا، امين حداد وحازم شاهين. بس احنا برضو لازم ننوه ان احنا يعني اول مره نغنيها ولسه بنعمل عليها بروفات، فيعني ماله ده من لسه بتتكون يعني من حظنا. طيب يلا عشان نبقى جزء منها على وشنا بقى.
الذي هذا الذي تلك التي وهؤلاء هم الذين هذا العجوز الملتحي وهذه لا تستحي وهؤلاء المارقون بشاشة يتناقشون هذا الذي كلام تسالي بيسمعوا نسهر ليالي نقزقزوا نسهر ليالي نقزقزوا قزوا نقزقزوا حبة كوميديا يوم الخميس من ويكيبيديا لويكيليكس حبة موسيقى عشان نفرفش مجلس يا ويكا يا ويكي مجلس هم الذين حكموا أذونا وبيقتلونا وبيقسمونا ويقولوا إنا لا ننتوي ولن نضرب قوي والضرب نازل زي الزلازل أرض المدينة شافت مهازل ظلمة بغلاسة جابوا الذين ركبوا السياسة دنيا ودينة والضرب نازل زي الزلازل أرض المدينة شافت مهازل ثم بغلاسة جابوا الذين ركبوا السياسة دنيا ودينة والساحرات الشريرات كنا اللواتي مسكوا زراتي حاضر وآتي يا سيداتي يا آنساتي والضرب نازل زي الزلازل أرض المدينة شافت مهازل ثم بغلاسة جابوا الذين ركبوا السياسة دنيا ودينة والساحرات الشريرات كنا اللواتي مسكوا زراتي حاضر وآتي يا سيداتي يا آنساتي بس هذا الذي عمال بيقتل فينا ليل ونهار تلك التي دست موسيقى الفن والأشعار وهؤلاء سابونا وسط الموت ووسط النار هم الذين ضحكوا علينا في أول المشوار ضحكوا علينا في أول المشوار ضحكوا علينا في أول المشوار وانا وانت اهو متفرجين انا اغني وتسمعين انا اغني وتسمعين أنا أغني وتسمعين عالم سافي مليان جنون ما يطلبون لا تطلبيه لازم أكون أو لا أكون يعني to be or not to be صوتي في ايديكي تغربلي وتسيبي منه اللي تسيبيه
وتاكلي منه وتقزقزي أزي تقزقزي هذا الذي ده هذا الذي ربنا يعني يتوب علينا منه ومن ولاد الذين يا رب امين. بس انا هحاول ما اخدش الجزء الاول بشكل شخصي. لا انا متاكده. طيب يعني بما اننا اتكلمنا على الشاشات والحاجات، اكيد برضو الاعلام جزء من الحدوته باللي ليه واللي عليه. حد بس غير الالف هديها الكاس. هديها الكاس. بس عايزه اقول لك الناس مبسوطه جدا من كلامك. الحمد لله. بس انتوا عندكم اي مواقف يعني مع او ضد الاعلام، تحفظات، مستنيين منه حاجه، مش مستنيين منه حاجه خالص؟ يعني الاعلام بتاع الحكومه؟ لا مش بس بتاع الحكومه. هو في يعني لا في يعني عموما في طبعا الدور في الاعلان بتاع الحكومه، وفي كمان بتاع الفلول اللي هو مع برضو ضد الثوره. كل دول الحقيقه كل دول مجرمين يعني. بس يعني خلي بالك ان انت في الاعلام. لا ما ده يعني انا بقول في اعلام برضه اهو، دليل على ان في اعلام تاني مختلف يعني. بس السؤال يعني الى اي مدى الحاله دي اثرت في الناس في الشارع؟ وانتوا برضو تاني بسالكم لانكم اقرب للشارع. اصل انا عايز اقول لك على حاجه. الاعلام المصري ده بالذات، قصدي الحكومي يعني اللي هو ماسبيرو، عنده القدره. او بيسميه الحكومي، بيسميه الرسمي، ما تقولش المصري أوكي. عشان احنا كلنا اعلام مصري. لا صح، انتوا كلكم مصري. لا هو الرسمي. يعني الاعلام ده لو قال الحقيقه، انا متهيألي كان عنده القدره ايام الثوره ان مصر كلها تبقى في الشارع. يعني طبعا. مش بس ال 20 مليون اللي نزلوا، لا هيبقى ال 70 مليون بقى في الشارع او 60 مليون لو قال الحقيقه. على قد ما يقدر يعني يحاول ايه؟ يقسمهم. امين حداد اهو قال الكلمه الحكمه. اصل ايه رساله الاعلام؟ رسالته انه يقول الحقيقه، ما يضللش الناس. يعني ما يبقاش الناس بتموت في التحرير وهو مصور النيل مثلا، الحاجات دي. فلو فعلا هو قال الحقيقه، لا هيبقى الموقف مختلف خالص. مش هيبقى فيه بقى ايه، اصل ميدان التحرير ده ما بيمثلش الشعب. لا هيبقى ساعتها بقى ميدان التحرير ده بيمثل الشعب كله عددا ولا كيفا. لا كما وكيفا. هيبقى ميدان التحرير فعلا بيمثل الشعب. اصل هو ميدان التحرير يعني قلت ميدان التحرير مش مصر، يعني عددا اكيد مش مصر، لكن ميدان التحرير عينه ممثله جدا لمصر. يعني حتى لو فيها اقل من ال 20 مليون اللي نزلوا في الثوره، بس في النهايه هي عينه ممثله. طيب بس كمان بس قبل ما نمشي عن موضوع الاعلام ده مش هقدر امسك مش هقدر امسك لساني. لانه يعني برضو لازم نفصل ما بين احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم عن المهنيه ولا بنتكلم عن الثوريه. لانه انا رايي انه في لحظه الثوره في حاجه اسمها ان كل جندي في معركته، وانت خير مثال يا ريم فعلا. لانه يعني ويمكن انا اتعلمت الجمله دي من حازم بدري قوي من رابع يوم في الثوره، يعني انه طلب منه مثلا ان هو يحضر اجتماع مع شباب من شباب الثوره وهكذا، وهو ساعتها اما سالته قلت له ليه يا حازم ما رحتش؟ قال لي انا قلت لهم كل جندي في معركته، احنا عايزين نقعد نشتغل على. وكنا ساعتها بنعمل راجعين باين يا حازم ولا كنا بنعمل ايه؟ كان في الاول كنا بنعمل راجعين، بس هو الحقيقه مش انا اللي قلت، يعني هو اللي قال لي الجمله ديت. واحد صديقنا اسمه ناجي، يعني هم قالوا لي تعالى وهو قال لهم لا سيبوه. واحد صاحبي تاني اسمه ايمن. يعني هو انا بصراحه يعني ما كنتش عايز ادخل، مش عايز ابقى في حزب، مش عايز ابقى في لان انا فن، يعني هو ده كل واحد يثبت في ميدانه. فهو خدوها من على لساني يعني. وهو الاعلام ليه معركته برضه، يعني زي ما الفن ليه معركته الاعلام ليه معركته. ففي ناس بتخوض هذه المعركه بانها تختار انها تكون يعني على قدر من المهنيه. ما فيش حاجه اسمها حياديه في رايي طبعا، ولكن في ناس بتختار انها تكون على قدر من بالمهنيه، انها تنقل للناس الحقيقه وهكذا. وفي ناس بتختار انها تكون ثوريه، وده في اللحظه دي شيء عظيم. وانا رايي ان ده هيكتب في التاريخ، انه في ناس يتعدوا على صوابع الايد الواحده هم اللي اتخذوا هذا الموقف. يا بصي انا اذكر يعني زي ما ذكرت صاحبك كده ايمن، انا اذكر الزميل العزيز عمرو خفاجه كان بيقول انه مفيش حاجه اسمها في لحظه الثوره ان انا اكون محايد. انا اكون محايد لما انا اكون بغطي الثوره في سوريا، الثوره في تونس، لازم اكون محايد. لكن لما تكون انا بلدي انا في لحظه استثنائيه زي دي، يعني شيء عجيب جدا ان انا اكون على الحياد. انهي حياد يعني؟ مفيش حياد في اللحظه دي. القاتل او المقتول يعني.
بالظبط. طيب الله يمسي الجميع بالخير. اضيف لك حاجه برضه. يعني القنوات الفضائيه الجديده اللي تم انشائها بعد الثوره، ومعروف ان يعني 90% منها فلول تقريبا يعني انا بعتقد ذلك. دي اتعملت ليه؟ ما كانت عشان تناهض الثوره ومبادئ الثوره وافكار الثوره و نفس القصه بالنسبه للاعلاميين المذيعين، يعني معروف اتجاهاتهم من زمان من الاول. البعض حاول يتلون، البعض حاول يتخفى، البعض حاول يعني يغير جلده شويه، ينحاش شويه وبعدين يرجع شويه حسب الموقف اللي بيحصل وده مع الاسف. لكن انا في رايي انا ما فيش حاجه اسمها اعلام محايد او الاعلام يبقى المفروض يبقى محايد. يعني في النهايه لازم يبقى ليه وجهه نظر، وفي النهايه بيبقى باين، بيبقى واضح للمشاهد او للمستمع هو في انهي سكه. عشان كده برضو دي عظمه الشعب، ده رغم كل الاسلحه المضاده اللي اتوجهت يعني راسا الى راسه، هو لسه يعني ثابت في ميدانه ايا كان الميدان ده. طيب دلوقتي الثوره دي مش ملهاش شهداء ومصابين بس، لها معتقلين، ومعتقلين ما زالوا في الرهن الاعتقال وما زالوا في السجون، ولسه اخرهم في السويس تضامنا مع معتقلي السويس. يعني احنا لسه تقريبا في نفس الحته. فخلينا كده نضرب لهم تعظيم سلام على حسكم. يعني نضرب لهم تعظيم سلام، وخصوصا اصغرهم خصوصا اصغرهم باسم محسن اللي هو عنده بتهيألي 13 سنه ومصاب في عينه من محمد محمود وتم اعتقاله من امام المحكمه، شيء لا يصدقه عقل يعني. والاستاذ فؤاد حداد ضرب لهم يعني تحيه تمام من زمان يعني. انا اقول دلوقتي اغنيه السويس، كلمات الاستاذ فؤاد حداد والحان حازم شاهين. مالي آمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال، مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد هلال. مالي آمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال، مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد هلال. نقول وصلنا محلى الوصال، يقول مثلنا صبر ونال، أيوب لنعسى فارس لميسى حنت سوايسة يا ابن الحلال، عالسمسمية وشد الحبال، في المية مية من الرجال، عالسمسمية وشد الحبال، في المية مية من الرجال، وفي المقاومة وفي المداومة وفي الاحتمال. جريئة يا أم النضال، كنت الطريقة وكنت المثال، يا سويس جريئة يا أم النضال، كنت الطريقة وكنت المثال، وكنت مربط كل الامال، وكنت اثبت من الجبال، وكنت مربط كل الامال، وكنت اثبت من الجبال، يا بحر مالح وريح زلال، وبر طارح حسن وجمال، يا بحر مالح وريح زلال، وبر طارح حسن وجمال.
نقول وصلنا محلى الوصال يقول مثلنا صبر ونال نقول وصلنا محلى الوصال يقول مثلنا صبر ونال أيوب لنعسة فارس لميسة حنة سوايسة يا ابن الحلال يا سويس جريئة يا أم النضال كنت الطريقة وكنت المثال يا سويس جريئة يا أم النضال كنت الطريقة وكنت المثال عالسمسمية شد الحبال في المية مية بين الرجال عالسمسمية شد الحبال في المية مية بين الرجال وفي المقاومة وفي المداومة وفي الاحتمال يا سويس جريئة يا أم النضال كنت الطريقة وكنت المثال يا سويس جريئة يا أم النضال كنت الطريقة وكنت المثال وكنت مربط كل الأمال وكنت أثبت من الجبال وكنت مربط كل الأمال وكنت أثبت من الجبال يا بحر مالح وريح زلال وبر طارح حسن وجمال يا بحر مالح وريح زلال وبر طارح حسن وجمال مالي أمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد هلال مالي أمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد تسلم ايدين اللي كتب اولا واللي لحن ويعني تسلموا جميعا. انا دلوقتي يعني في سؤال من اول الثوره ما بدات ولحد النهارده ما حدش عارف يجاوب عليه يعني اجابه شافيه. ليه الاغاني اللي اتكتبت من سنين طويله من اول سيد درويش لما غنيناها اولا ليه استدعيناها في الثوره؟ يعني احنا في الميدان استدعينا كل اللي فات ده، ولما دورنا وفتشنا لقينا حاجات كأنها مكتوبة لنا، يعني كأنها مكتوبة في الميدان. حد عنده أي تفسير؟ انا بتهيألي ان هي نفس الثوره يعني إنه يعني إن الثوره دي هم بادئه من انا شايفه من زمان جدا. انا شايفه ان الفن ملوش اصلا وقت، يعني الحاجه الصادقه اللي طالعه من القلب المكتوبه يعني لو ليها هدف هيبقى في اي وقت موجود، يعني هينفع في الوقت ده وهينفع زمان وهينفع دلوقتي هينفع بعد كده في المستقبل. صحيح، بس هو كمان أنا عندي في بس رأي في حاجة صغيرة في الحتة دي. اتفضل. هو لو لقينا الأغاني اللي طلعت في وقت الثورة أو اللي استدعيناها مش هتلاقي أي أغاني برضه، يعني من الناحية الفنية هتلاقي الأغاني اللي فعلا كانت ممكن تتغنى في الميدان أو في الثورة أو تتغنى لحد دلوقتي، هتلاقي اللي عملوها ناس مش قليلين، يعني هتلاقي سيد درويش، هتلاقي حتى الكلمات هتلاقي فؤاد حداد، هتلاقي صلاح جاهين، الشيخ إمام، يعني كل الاغاني اللي طلعت من الناحيه الفنيه يعني او من ناحيه الشخصيات اللي عملت الاغاني دي مش اي اغاني ممكن كنا نستدعيها صحيح طبعا. لا ما انا قصدي لا في حاجه ثانيه، الريpertoire ده بالذات، يعني مش احنا لا ما انا هقول لك في تفسير تاني في السنين دي. قول يا يوسف. هو انت لو شفتي من الثمانينات وطالع مش هتلاقي حد بيغني الستايل ده، قليل قوي، وحاجات يعني الناس كانت بتخاف. يعني الشيخ امام ما كانش بيخاف، كان مستعد يعتقل، كان مستعد، هو مؤمن بقضيته بيغني وخلاص. بس من الثمانينات وانت طالعه 30 سنه بتوع النظام السابق يعني مش هتلاقي الناس دي.
يعني الا بقى في 2005 ابتدوا يطلعوا يعني مع الفرق الاندر جراوند اللي احنا منهم يعني، مع ان اللي في الساقية. كتبوا يعني فؤاد حداد وصلاح جاهين وعم احمد نجم ربنا يديه الصحه يعني وعم الناس دي كانت نجيب شايفة شهاب الدين، الثورة يعني. كل الناس دي ما كانتش كمان بتكتب في ظل يعني الجنه ونعيمها يعني ما كانت، هو كان في- في ظل قمع يعني شديد. بس كان في ناس برضو يعني ما بتغني برضو، في اساتذه يعني، في احمد اسماعيل، في مثلا طبعا وجيه عزيز، وجيه عزيز، عزيز. في محمد عزت، طبعا. كان في كمان فرقه المصريين عدلي فخري وعدلي طبعاً، الله فخري. يرحمه. في جيل، في ناس يعني تعبت، بس هو يعني خلاص كانت العمليه فصلت يعني. صحيح. انا بس كنت بسأل كمان على الكلمة، يعني الكلام كأنه بجد مكتوب في اللحظة دي. طيب هنغني كمان على فكره كان احد نجوم الثوره في ميدان التحرير. طبعا. طبعا لانه المطالب هي وزي ما حازم ما قال لك هي نفس الثوره. هو اصل استكمال، المشكله ان هو ثورة تقريبا مكملة. يعني هو نفس العدو ونفس يعني مصر اصلها يعني ما ينفعش يسيبوها في حالها. وتبقى السويس ام النضال برضو، وهي الطريقة دي وهي حاجة غريبة المثال جداً يعني بصراحة. سبحان دي الله حاجة غريبة يعني جداً. ده شيء غريب جدا وفي المداومه وفي الاحتمال هم اللي سبحان لسه الله. محتملين لغاية دلوقتي. بجد. حاجه غريبه جدا بصراحه. طيب هنغني من زمان ولا من هو نفس على الفيلم جديد؟ يعني، بس الابطال اتغيروا. كويس الحمد لله، ان شاء الله تبقى النهاية سعيدة، بس دي اهم حاجة. لا ان شاء الله ان شاء الله كل مره بناخد كده حته. على راي عم نكسب نجيب أرض. قال لك احنا المره دي كسرنا لمحمد علي ضلع. ايوه صح. اه. صح. الجيش الألباني. قال لك اول مره يتكسر الضلع ده، صحيح. العسكر ده. الحمد لله. الحمد لله. طيب هنغني على قديمه ولا على جديده؟ نقول بقى سيد درويش بقى. يلا. احنا في سيد درويش سلام. دلوقتي. سيره القديم لازم نقول سيره القديم. الاغنيه ديت داخله في 100 سنه دلوقتي، وبرضه لما نبص في الكلام هنلاقي ان نفس المشاكل، يعني نفس بيحاولوا يفرقوا ما بين الناس، فدايما بيعملوا فتنه ما بين المسيحيين والمسلمين، وكان ايامها في يهود، فكمان كان اليهود داخلين في الموضوع. اسمه لحن السوياس، كلمات بديع خيري والحان الشيخ سيد درويش. اوعى يمينك اوعى شمالك اوعى الأزمة توقف حالك اوعى وشك اوعى ظهرك اوعى فوقك اوعى تحتك اوعى لجيبك من الحرامية اوعى لروحك من الحنوتية اوعى الكوكايين يلحس مخك اوعى من البكر لا يطخك اوعى من الروماتيزم في رجلك اوعى الكوزة تغير عقلك يمينك شمالك اوعى وردة 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 يا فندي حودة حودة يلا وسع بلاش زحمة اسمع مني كلمة إن كنت صحيح بدك تخدم مصر أم الدنيا وتتقدم لا تقول نصراني ولا مسلم ولا يهودي يا شيخ اتعلم اللي أوطانهم تجمعهم عمر الأديان ما تفرقهم يمينك شمالك اوعى صحيح. اللي اوطانهم تجمعهم عمر الاديان ما تفرقهم. طيب من غير الثوره، من غير اي حاجه، اسكندريه بدات بسيد درويش. ليه بقى؟ سيد درويش والشيخ امام وزياد رحباني. ليه؟ ليه ده بقى موضوع يعني كبير. مركب شويه. يعني هو اولا كل واحد فينا كده ليه علاقه بالناس دي من اتجاه يعني مختلف عن الاخر.
فيعني انا مثلا الشيخ امام ده كان صديق والدي، كنت بشوفه في البيت عندنا، وصديق يعني اصدقائنا كلهم، كل مره في بيت احد الاصدقاء بنغني ورا الشيخ امام. بس طبعا انا كنت يعني في الفتره ديت لسه يعني كنت بيبي، يعني لحد ما كان عمري مثلا 8 سنين كنت بدات ارد يعني. فاتاثرت بالشيخ امام بالطريقه كمان اللي ربنا عليها اهلي، بابا وماما، يعني فان انا احترم عقول الناس واتكلم عن يعني الظروف يعني هو ده اصدقائنا كلهم كانوا كده. يعني بابا كان راجل مناضل سياسي، كان بيخش المعتقل، صحابه كلهم نفس الفكره، وفيهم فنانين طبعا زي الشيخ امام فيعني انا اتربيت كده بلطجيه. البلطجيه بقى بتوع زمان اللي هم ضحوا يعني، دول تضحيات يعني كبيره الحقيقه. طيب. فده الطريق اللي انا اتعلمته من بيتنا، ان انا حفظت اغاني الشيخ امام واغاني الشيخ سيد درويش وزياد رحماني، لانه من وجهه نظري انا يعني، واكيد من وجهه نظر ناس كتير، هو امتداد ليهم يعني. بس طيب باختصار يعني هنغني حاجه لزياد الليله دي ولا لا النهارده؟ اه والله ممكن نقول ليه لا، ممكن يلا. نقول شو هالايام. يلا. مش كافر، مش عارفين هنقولها ايه. اي حاجه مش عارف، تعال نجرب. انا مش كافر. طب بس يعني بس الجوع كافر بس طبعا. سامحونا يعني سامحونا لو غلطنا، لان احنا ما عملناش عليها بروفات بقى لنا شويه. أنا مش كافر، بس الجوع كافر. أنا مش كافر، بس المرض كافر. أنا مش كافر، بس الفقر كافر، والذل كافر. أنا مش كافر، لكن شو بعمل لك إذا اجتمعوا في كل الأشياء الكافرين. أنا مش كافر، بس الجوع كافر. أنا مش كافر، أيوة، بس المرض كافر. أنا مش كافر، بس الفقر كافر كافر، والذل كافر كافر. أنا مش كافر، لكن شو بعمل لك إذا اجتمعوا في كل الأشياء الكافرين. أنا ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، وقاعد يفلح فينا على طول الجمعة. ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، ياللي بيصلي الأحد وياللي بيصلي الجمعة، وقاعد يفلح فينا على طول الجمعة. هو ياللي دين قال وأنا ياللي كافر عال، هو ياللي دين قال وأنا يالي كافر عال، هو يالي دين قال وأنا يالي كافر عال. راجعوا الكتب السماوية، راجعوا كلام القادر. أنا مش كافر، بس الجوع كافر. أنا مش كافر، بس المرض كافر.
أنا مش كافر، أنا مش كافر، بس الفقر كافر والذل كافر. أنا مش كافر، لكن شو بعملك إذا اجتمعوا في كل الأشياء الكافرين. أنا مش كافر، بس البلد كافر. أنا مقبور في بيتي ومش قادر هاجر، وعم تاكل اللقم بتمي واكلك قدامك يا عمي. وعم تاكل اللقم بتمي واكلك قدامك يا عمي. واذا بكفر بتقلي كافر، معمم على الدول الغربية ومبلغ كل المخافر. انا مش كافر، مش كافر، هيدا انت الكافر. ايوه انا مش كافر، مش كافر، مادام انت الكافر. ايوه انا مش كافر، أنا مش كافر. قلنا مين الكافر كافر. وعرفوا مين الكافر. كافر. أنا مش كافر، مثل ما عم قلك عم بتحطها في كونك شيخ الكافرين. قول امين. طيب معلش بقى مش مظبوطه. لا لا بقالنا جميلة كتير ما بنقولهاش. جميلة، بس لما يجتمعوا كده فيا كل القشة الكافرين نصور على طول. حل تاني. فيقولوا انا بقى هيقولوا علينا اجندات بقى وبلطجية كل حاجه وعمر بقى. طيب انتوا ازاي يعني الاغاني مش القديمه، هسأل على الاغاني القديمه بس، الاغاني امين حداد واحمد حداد بس هما اللي بيكتبوا ولا في ناس تانيين بتكتب لكم؟ لا عندنا هو الاغلبيه لاحمد حداد. طيب واي حاجه بيكتبوها ولا انتوا في الاخر بتختاروا؟ يعني بتختار ازاي الاغاني؟ هي بتيجي يعني كده، اصل احنا يعني عيله تقريبا يعني فهي بتيجي يعني بنتكلم في موضوع وبعدين نلاقي مثلا احمد كتب فيه او الفكره طلعت واحنا مثلا او يعني ممكن فكره تطلع وبعدين تقولوا لامين او احمد. بالظبط كده. احيانا انا في حاجات ما بعرفش اعملها، واحيانا يعني حسب يعني المساله ماشيه كده يعني. طب ايه الاغاني اللي جات لكم فكره وهم كتبوا تفتكروا؟ في فكره جت من فاطمه زي ده جنب ده كده. فاطمه بنت ساميه كانت بتلعب فاطمه بنت ساميه وهي اللي جابت فكره الكلمات الاستاذ امين. يعني ازاي؟ هي كانت عماله بتهيألي مش فاكره بالظبط، هو اللي حكى لي، انا ما كنتش قاعده، كانت بتلعب وعمالين يرصوا حاجات كده، يرصوا لعب او عرايس، هو قال لها تحطي ده جنب ده جنب ده، وبعدين عجبتها بقى الكلمه بتاعت ده جنب ده جنب ده جنب ده، قعدوا بقى يعملوا ده جنب ده جنب ده. فبعدين بعد كده امين كتب القصيده وحازم لحن. طيب لاننا مضطرين نطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع نسمع ده جنب ده ارجوكم عشان خاطر فاطمه بعد الفاصل.